السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم في هذا الفيديو غادي ندويو على واحد من أهم القوانين الاقتصادية اللي خرجوا في المغرب في هذه السنوات الأخيرة، وهو الميثاق الجديد للاستثمار، القانون الإطار 03.22. علاش كنقولوا مهم؟ حيت هذا القانون ماشي غير تعديل تقني، ولكن هو واحد التحول في الفلسفة الاقتصادية ديال الدولة. قبل الدولة كانت هي المستثمر الأكبر، يعني هي اللي كانت كتبني كتمول وكتشغل. دابا الدولة ولات باغية تلعب دور ديال المحفز والمنظم، وتخلي القطاع الخاص يكون هو المحرك الأساسي للنمو وخلق مناصب الشغل. والإشكال اللي غادي نجاوبو عليه في هذا الفيديو إن شاء الله هو كيفاش هذا الميثاق غادي يترجم التوجيهات الملكية، وشنو هي الأدوات اللي دار باش يخلق استثمار منتج، ماشي غير أرقام في التقارير. باش نفهموا الميثاق خصنا نرجعوا شوية للور. المغرب كان خدام قانون الاستثمار 18.95 لأكثر من 26 سنة. هاد القانون خدم في واحد المرحلة، ولكن مع الوقت بان بلي عنده واحد المحدودية، حيت العالم تبدل، الاقتصاد تبدل، وحتى المنافسة المستوى سواء العالمي ولات قوية. من بعد جاو ثلاث أزمات كبرى اللي هي الأول أزمة وهي جائحة كورونا. هنا الاقتصاد كيف ما كنعرفوا كان توقف، السلاسل تاع الانتاج تقطعات، عدد كبير من المقاولات سدوا، ما قدروش انهم يواجهوا هذيك الجائحه ويكملوا، والاستثمار ولا كيتاجل. ثاني ازمه كانت وهي الحرب الاوكرانيه، اللي كانت طلعت لينا اسعار ديال الطاقه والمواد الاوليه، وزادت الضغط على الميزانيه وعلى القدره الشرائيه. وثالث أزمة وهي الجفاف، اللي كانت ضربات لنا الفلاحة وأثرت لنا مباشرة على النمو وعلى التشغيل. دونك هاد الثلاثي هذا غادي يكشف لي على واحد الحقيقة، بأن الاستثمار اللي كان كيدار ما كانش فعال بالقدر الكافي. كانوا كيتصرفوا بزاف ديال الفلوس، ولكن الأثر ديالهم على التشغيل والثروة كان ضعيف بزاف. دابا هنا خصنا نحبسوا شوية ونشوفوا ان المغرب اليوم شنو هي لا سيتوياسيون ديالو. انه اكثر من 67% من الاستثمار هو استثمار عمومي، الدوله وعندنا المؤسسات العموميه وعندنا الجماعات. هذا الشيء عنده ايجابيات ولكن عنده سلبيات خطيره. بحالاش؟ بان هذاك القطاع الخاص ولا متاكل بزاف، صافي معولي على العمومي، والمبادرة ولات ضعيفة، وفرص الشغل حتى هي قليلة مقارنة بحجم ديال الاستثمار. هذا الشيء علاش في الخطاب ديال 14 أكتوبر 2022 جلالة الملك قال بوضوح بأننا خصنا نمروا من منطق الاستثمار العمومي لمنطق الاستثمار المنتج. وشنو كيعني لينا بهذا الاستثمار المنتج؟ واحد الاستثمار اللي غيخلق ليا مناصب شغل حقيقية، غادي يرفع ليا القيمة المضافة، وقادر أنه يصدر المنتوجات ديالو لبرا، وما يبقاش عايش غير على الدعم. والميثاق الجديد هو اللي جا باش يحقق ليا هذا التحول، جا جوابا على خطاب جلالة الملك. إلا شفنا المغرب بدول المنطقة، قارناه بالدول العربية، فغادي نلقاو أنه هو عنده فرصة، حيتاش عنده امتيازات مهمة: موانئ كبيرة، طرق سيارة، مناطق صناعية، واستقرار سياسي. فمؤشر سهولة ممارسة الأعمال، المغرب كان متقدم على بزاف ديال دول المنطقة. هنا شنو كي مناش كنتأكدوا لأن المشكل ما كانش في البنية التحتية، وإنما كاين في قواعد اللعبة. بمعنى المشكل كاين في المصادر وفي الدعم والتحفيز. والميثاق الجديد درناه باش يحل ليا هاد الخلل. إلا جينا شفنا هاد الميثاق هذا شنو هما الأهداف ديالو. الهدف ديالو الكبير هو انه يولي عندنا 65% ديال الاستثمار خاص و35% ديال الاستثمار عمومي من هنا ل 2035. اما بالنسبه للمدى القريب فبغى 550 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمارات و500 الف منصب شغل في 2026. هاد الأرقام كتبان لينا كبيرة، ولكن هي قابلة للتحقيق إلا طبقنا هذاك الميثاق بشكل اللي مزيان. هنا كيخصنا نشوفو كيفاش الدولة غادي تدعم ليا هاد الاستثمار.
الدولة يعني الدعم بلوتو ما بقاش كيف ما كان. اليوم كاين واحد الدعم اللي هو مشروط، يعني النظام الأساسي كيعطي حتى 30% ديال الدعم، ولكن بواحد الشرط اللي هو واضح: كل مليون ديال الدرهم كيخصها تخلق ليا 5 المناصب ديال الشغل قارة. يعني إلا استثمرتي 10 المليون ديال الدرهم فكيخصك تخلق ليا 50 منصب شغل باش تستافد من الدعم الكامل. وهذا الربط يعني اللي داروا ما بين الدعم والتشغيل راه هو جوهر ديال الميثاق. يعني هذا هو الهدف الأساسي اللي درنا على قبله الميثاق. وإلا جينا نشوفوا تاريخ الاستثمار في المغرب فاحنا غادي نلاحظوا واحد المشكل اللي بنيوي. الاستثمار كان متركز فقط في مدن وجهات معينة بحال الدار البيضاء، الرباط، طنجة، قنيطرة. هذا التمركز خلى جهات كاملة تبقى خارج الدورة الاقتصادية، وهذا الشيء غيخلق ليا فيها قلة فرص الشغل، الهجرة ديال الشباب منها، وضعف البنية الإنتاجية. هنا الدولة فهمات باللي إلا بغات تنمية حقيقية فكيخص الاستثمار يتوزع مجاليا وما يبقاش محصور في نفس المناطق. أول حاجة شنو دارت لي المنحة الترابية اللي هي واحد الآلية مالية دارتها الدولة باش تشجع لي المستثمرين يمشيو للمناطق الأقل نموا. هاد المنحة كتوصل حتى ل 15% من قيمة الاستثمار، وكتزاد على الدعم الأساسي. بمعنى إلا كان واحد المشروع استثماري غادي يدار في واحد المدينة كبيرة فغادي يستافد غير من الدعم الأساسي. إلا دار نفس المشروع في جهة مهمشة غادي يستافد من واحد الدعم إضافي باش الدولة تعوض هذاك النقص الجاذبية ديال هاد المناطق. علاش هاد المنحة مهمة؟ حيت المستثمر بالطبيعة ديالو كيقلب على السوق، اليد العاملة والبنية التحتية، وهنا الدولة كتدخل باش تقول ليه أنا غنعاونك ماديا باش تمشي لجهة محتاجة للتنمية. وفي بعض الجهات كاين حتى إعفاءات ضريبية لعدة سنوات، يعني كتوصل حتى ل5 سنوات باش تشجع الاستثمار ويكون أقوى. وتاني حاجة دارتها حتى المنحة القطاعية، يعني الميثاق ما وقفش غير عند البلاصة ولكن حتى لعند نوعية الاستثمار. يعني باش تشجع الاستثمار في واحد يعني القطاعات محددة، فهنا الدولة اشنو قالت بلي ما بغيناش اي استثمار ولكن بغينا واحد الاستثمار ذكي مستدام وتكون عنده واحد القيمة مضافة عالية. هذا الشيء علاش دارت هذه المنحة القطاعية اللي غادي تكون موجهة باش تدعم ليا قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقات المتجددة بحال الطاقة الشمسية والريحية، باش المغرب يقلل التبعية الطاقية ويخلق ليا واحد الصناعات خضراء. والاقتصاد الرقمي بحال البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، الخدمات الرقمية. وهذا المجال تا هو غيخلق لي فرص شغل مؤهلة وبكلفة أقل من الصناعات الثقيلة. وعندنا حتى قطاع ديال الابتكار والبحث العلمي. الدولة ولات كتشارك في التمويل ديال أنشطة البحث والتطوير باش المقاولات ما تبقاش غير كتستورد التكنولوجيا ولكن يعني حتى حنا نوليو كنطوروها. هذا التوجه كيعني باللي المغرب بغى يطلع من اقتصاد قائم على الكلفة المنخفضة لواحد الاقتصاد اللي هو قائم على المعرفة. دابا نجيو لواحد النقطة اللي هي جد مهمة: شنو موقع المقاولات الصغرى في هذا الميثاق؟ الحقيقة هي أن بعد هاد المقاولات الجد صغيرة والصغرى والمتوسطة فهما كيمثلوا لي أكثر من 95% من المقاولات المغربية، وراهما كيشغلوا لي واحد العدد كبير من الناس، ولكن كانوا دائما أقل استفادة من الدعم العمومي. علاش؟ لحقاش المصادر كانت معقدة، الشروط ثقيلة، والدعم كان كيتوجه أكثر للمشاريع الكبيرة. ولكن الميثاق الجديد جا باش يحاول يصلح لي هذا الخلل. أولا الميثاق دار واحد النظام دعم مخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة بواحد الشروط اللي هي بسيطة، وواحد المواكبة اللي غادي تكون قريبة أكثر. يعني غادي يكونوا الملفات أخف والآجال حتى هي أقصر، والمواكبة غتكون تقنية باش هاد المقاولات تقدر تكبر وتدخل حتى هي في الدورة الاستثمارية الكبرى. الهدف ماشي غير يبقاو صغار ولكن يتحولوا مع الوقت لمقاولات متوسطة وقوية. ثاني حاجة عندنا وهي الحكامة الجديدة. من قبل المستثمر كان كيتخبط بين إدارات مختلفة: وزارة، جماعة، وكالة، وكل وحدة عندها مسطرة. الميثاق دار واحد الإصلاح عميق في الحكامة. أولا إحداث وزارة خاصة بالاستثمار باش يكون عند المستثمر
مخاطب واضح. ثانيا، يعني داروا اللجنة الوطنية للاستثمار اللي كتشرف ليا على المشاريع الكبيرة اللي كتكون كتفوق 250 مليون ديال الدرهم باش القرار يكون سريع ومركزي. ثالثا، تقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار واللي ولات هي الشباك الوحيد على المستوى الجهوي. يعني المستثمر دابا ما غيبقاش يدور ما بين الإدارات، غادي يمشي ديريكت للمراكز الجهوية للاستثمار، وهي اللي غادي تنسق ليه مع الجميع. هاد الحكمة الجديدة كتخدم السرعة الشفافية وغتقلص ليا البيروقراطية. يعني من هنا شنو كيبان لينا بأن الميثاق الجديد للاستثمار ما ركزش غير على الأرقام، ولكن ركز على فين يستثمر، فأشنو يستثمر وشكون يستثمر، وركز لنا على العدالة المجالية باش التنمية توصل للجميع، القطاعات المستقبلية باش الاقتصاد يكون مستدام، والمقاولات الصغرى باش تكون شريك حقيقي في النمو ماشي غير متفرج. وكخلاصة، الميثاق الجديد للاستثمار حط الإطار القانوني والتحفيزي الصحيح، وفي سنة 2024 صادق على 74 مشروع استثماري بقيمة 51.62 مليار ديال الدرهم اللي خلقوا ما يقارب 13 ألف منصب شغل قار. هاد الأرقام كتأكد باللي القاطرة بدات كتحرك، ولكن هاد الطموح الكبير غادي يحتاج لينا واحد التمويل ضخم وآليات مالية مبتكرة. وهنا فين كنطرحوا السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه في الفيديو الجاي: شنو هي الأداة اللي دارها المغرب باش يمول هاد القفزة الاستثمارية؟ وهنا غادي يكون كيسالي الفيديو ديالنا. اللي عنده شي سؤال او شي حاجه خليها لي في الكومنتير. اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلايك، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشارك.